وردات البقلاوة بالقشطة حاجة حلوة وسهلة وسريعة، وشكلها في التقديم بيبقى حلو قوي، طعمها تحفة وسكرها مظبوط وخفيفة قوي. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. في حلة صغيرة هحط كوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية، وهقلبهم كده على البارد، وبعد كده هحطهم على النار من غير تقليب خالص. اول ما المية تغلي هضيف نص ليمونة ومعلقة كبيرة من العسل الابيض، واسيبه على نار اقل من المتوسطة لمدة 10 دقايق. والجوانب بمسحها بفرشة مبلولة مية، وبشيل اي شوائب علشان الشربات ما يسكرش مننا. وبس كده جهزنا الشربات التقيل، هحطه في بولة واسيبه يبرد خالص، وطبعا هو لما بيبرد بيتقل اكتر من كده. هنجهز القشطة، كوبايتين من اللبن، عليهم 3 معالق كبار من النشا، هنقلبهم الاول على البارد، وبعد كده هنرفعهم على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب لحد ما الخليط يتقل معايا بالشكل ده. بعد كده بضيف معلقتين كبار من القشطة المعلبة او البلدي واقلب، وفي الاخر خالص بحط معلقة صغيرة من الفانيليا. وبس كده بقى جاهز عندكم احلى قشطة بقوام خطير. هنحطها بقى في بولة ونغطي الوش بتاعها كويس ونسيبها تبرد. هجيب لفة جلاش وابتدي ان انا افردها واقسمها بالعرض نصين متساويين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هشتغل في ورقة ورقة. بفرد الورقة وبجيب الطرف اليمين على الطرف الشمال، وبعد كده بجيب الحشوة واحطها في النص، بس بسيب الاطراف فاضية علشان وانا بلفها كده كده الحشوة بتيجي عند الاطراف عشان بس ما تطلعش منكم. وهبتدي اقفل الطرفين كده على الحشوة كويس قوي، واكشكش الورقة والفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طول ما انا بلف بكشكش الورق علشان ياخد شكل الوردة التحفة اللي انتوا شايفينه ده. بجيب الصينية بتاعتي وانا برصهم، بحط الطرف بتاع الجلاش كده عند الجانب بتاع الصينية علشان طبعا شكل الوردة ما يبص، وكمان برصهم لازقين في بعض علشان احافظ على شكلهم وقت السوا. بدهن كل واحده كويس قوي بالسمنه السايحه، واتاكد ان وصل لها السمنه كويس قوي. بكون مشغله الفرن على درجه حراره 200، بتدخل على الرف الوسط. اول ما تبتدي تحمر من تحت ومن الجوانب ممكن تفتحوا لها الشوايه عشان تاخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. واول ما بتطلع من الفرن وهي لسه سخنه بسقيها بالشربات التقيل البارد، وهبتدي بقى زينها بالفستق او باي نوع انتوا تحبوه. وبس كده وبكل سهوله بقى جاهز عندنا احلى وردات بقلاوه محشيه بالقشطه. كانت مقرمشه جدا من بره وفي نفس الوقت مورقه كده من جوه، والقشطه طريه وبتدوب كده في البق. مفيش احلى من الحلويات التقليديه اللي احنا متعودين عليها، بس ممكن نعملها بشكل جديد تبقى حلوه قوي في التقديم وطعمها حلو جدا. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.